سأل واحد سؤال قال: يا أمير المؤمنين متى يخرج الدجال؟ السؤال عادي. فقال الرجل الذي ملأ قلبه بصيرة الدين والإيمان وتعلم من منه؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف جاب العلامات اللي إذا حصلت خرج الدجال. شوف شو يقول الإمام علي، بقرأ لك علامة علامة وانت اسأل طلعت ولا ما طلعت. هذه تروى عن الإمام علي وأكيد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام علي: اعقد بيدك واحفظ ما أقول لك. إذا أمات الناس الصلوات وأضاعوا الأمانات وكان الحكم ضعفا والظلم فخرا وأمراؤهم فجرة ووزراؤهم خونة وأعوانهم ظلمة وقراؤهم فسقة وظهر الجور يعني الظلم وفشى الزنا وظهر الربا وقطعت الأرحام واتخذت القينات يعني طلعت المغنيات وشربت الخمور ونقضت العهود وضيعت العتمات صلاة الليل وتوانى الناس في صلاة الجماعات وزخرفوا المساجد وحلوا المصاحف وطولوا المنابر وأكلوا الربا وأخذوا الرشا واستعملوا السفهاء واستخفوا بالدماء وباعوا الدين بالدنيا واتجرت المرأة مع زوجها حرصا على الدنيا وركبت النساء على المياثر مراكب الفخمة وتشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء وكان السلام بينهم على المعرفة وشهد شاهد من قبل أن يستشهد وحلف من قبل أن يستحلف ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب وكانت قلوبهم أمر من الصبر وألسنتهم أحلى من العسل وسرائرهم أنتن من الجيف والتمس الفقه لغير الدين وعرف المنكر وأنكر المعروف. إذا حصل ذلك النجاة يعني دور على النجاة النجاة والوحى الوحى والثبات الثبات. صدق الإمام علي. أكثر ما ذكر نشوف اليوم بعيوننا.